سألت مرة مواطن، قلت له تعرف شنو معنى التكنوقراط؟ قال لي يمكن هاي كلمة تعني فد واحد أفندي يرتدي قاط ورباط، لو اسم مصرف تجاري ينتصلفه بالأقساط. قلت له عافية، وحط عليها اسم حفاظة صغيرة تصلح لابن القماط. هذا تعريفك صحيح، والتفاصيل البسيطة خلها لأصحاب النشاط. وأنا خاطب دولة أصحاب النشاط، قبل ما تشكل وزارة علم اللي يشتغل عندك شنو معنى الانضباط، مو تشفته بلجنة وسخة ويستمر هالانحطاط، ويرفع ويكبس بكيفه ويلعب بين الأشواط، وتارك هموم المواطن على صفحة على دكة الاحتياط. في حالة تصير مو دولة نزاهة، تصير دولة بيروقراط. وسقراط ما أسس حزب وما له كتلة وارتباط، سقراط ثبت لك مبادئ وجمع فن زاء السياسة ومزج هذا الاختلاط، وطلعت الخلطة نظيفة ومشت على الخط والصراط. وانت اللي تسويه هسه مهزلة وكذبة كبيرة وشق وسيع وصعبة يرهمنا الخياط. اقرأ زين وحط مدرس حتى تفهم شنو معنى التكنوقراط. ترى هاي الكلمة صعبة، مو فقط واحد أفندي مرتدي قاط ورباط، ولا اسم مصرف تجاري ينتصل فيه بالأقساط.